رميت بخفة رشيقة قدمي اليمنى كي تأخذ مكانها في ساحة مسجد ألفته، فصار الملجأ والمنجى ومربط القلب ومرتع الفؤاد. مسجد كنت كثيرا ما أزور فضاءه المقدس حتى في منامي لشدة تعلقي بصدى الآيات الغضة التي ما فتئت ترددها جدرانه الناصعة البياض، بعد أن أجدها تبث متناثرة من فمي كقطع سكر يضوع لها صوان المسجد مسكا عتيقا. فتنتشي بها مسامعي ويعفر بأريجها محياي الشاردة متهللا من بركة الآي. والقلب ينشرح عند آيات البشارة ويرد عليه بابتسامة يثقل الهم شفاهه. العين تزف هي الأخرى قطرات ناذا عند آيات الوعيد، فتأخذ مسارها من زوايا العين الأربع وتفيض وتتلاطم تريد كسر هذيبات الطرف ورموشه كي تستأنف المسير على أديم خدي الأمنس. لا أكثرت لها وأتابع تحسين الآيات تاليا بما مكنني الله من مقامات عظام، فلا أنتبه قدومها حتى أجد ملوحة ماء حبات الدمع تتحسس شفاهي، وأنتبه إلى سرايا المسجد فإذا بها تتمايل طربا لترجيع كلمات الله جل ذكره وشانه. ويلتقي حر الدمع بقطع شهد الآيات ويمتزج بريقي مواسيا زفير القلب وآهاته الثكلى. فتنسل الروح ويهيم بي الحال وأنا منغمس في عز الظلمة، ويختلط علي الحابل بالنابل فأستحضر صالح أعمالي وطالحها، فيكثر النحيب ويحلو وينخفض وقد سابقه البكاء بدمع ساخن. وتحضر الذكرى وأبقى على تلك الحال لبرهة، ثم أعود أدراجي إلى حيث أنا، ثم أمسح على وجهي بكلتا يدي ولساني بشكوى حالي لهج، وقد سابقه البكاء. قمت من مكاني بعدما استشعرت مرور الوقت. دنوت من ساعة حائطية كانت هناك، فإذا بعقارب الساعة تشير إلى 12 ليلا أو يزيد. عدلت ملابسي، زاحمت ظلمة المكان وأخذت أتحسس طريقي إلى باب المسجد العالي. بلغته وبيمناي حذائي الكستنائي. جلبت إحدى دفتي الباب إلي فإذا بالباب يجيب باصطكاك أطرافه ببعضها البعض. انسللت بخفة وبخطى وإيدة إلى خارجه، حيث عالم آخر سيده الليل ووزيره الظلام. ظلام دامس إذا بسطت يدك فيه لم تكد تراها. أعدت صد الباب خلفي برفق ودفعت بساقاي هبوب الريح عائدا إلى البيت، ودفء القرآن لا زال يلف بدني من أخمس قدماي إلى أم رأسي.
وعبق شهده يدغدغ دواخلي بين مرارة دمع وملوحة ماء تعدى الوجه إلى بساط سطري. تلك حالي أنا صاحبها منذ زمن بعيد. صور أتفنن في الانتشاء بأحرفها رقيقة الحس مرتلا والملائكية المقام. بها كنت أسكر حتى الثمالة. نعم فللقرآن سحر وهو كالشهد الخالص لذة، وعليل فياح ملأ نفحات سماوية المقام، ملأ القلب والفؤاد والروح. فلا يعرف أهل الفضل إلا أهله، ولا يعرف مذاق الشهد إلا من ذاقه. عبق الشهد بين مرارة الدمع. كتابة وتعليق لمحمد الغزوي. أطيب المنى وإلى اللقاء.